أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي يلا سبورت، والذي يبث عبر قناة وشاشة يلا نت. بهذه المناسبة أيضا نتقدم إلى جميع عشاق الرياضة بمناسبة حلول العام 2017. نتمنى أن يكون عام موفق للجميع، مليء بالحب والسعادة، وأيضا موسم رياضي موفق لجميع فرقنا العربية. ونبدأ باقة من الأخبار الرياضية مع فريق اتحاد أبناء سخنين. اتحاد أبناء سخنين والذي تعادل بالتعادل السلبي ضد فريق أبو علي السبع يستعد هذا الأسبوع للقاء فريق مكابي بتح تكفى. هل سيعود فراس مغربي ويشارك في هذه المباراة؟ هل سيعود المدافع أيضا على أبو صالح؟ ومن الدرجة العليا نقفز إلى الدرجة الممتازة وفريق مكابي أخاي الناصر. فريق مكابي أخاي الناصر خسر في مباراته الخارجية ضد فريق أبو علي بتح تكفى، ويستعد فريق مكابي أخاي الناصر هذا الأسبوع للقاء فريق أبو علي العكا في مباراة ستقام على استاد علوت يوم الثلاثاء. ومن الدرجة الممتازة نقفز إلى الدرجة الأولى. فريق أبو علي الكسال الذي فاز على فريق باقة في المباراة الخارجية قلص الفارق بنقطة واحدة من المتصدر أبو علي الغذيرة. وأيضا الأحمر الكناوي تعادل هذا الأسبوع في تعادل مخيب للآمال ضد فريق دالية الكرمل. أما الأخضر الكناوي الذي أنهى جولة الذهاب في المراتب الأخيرة خسر هذا الأسبوع بخسارة قاسية لفريق الطيري. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين سنكون أيضا مع نشراتنا وأيضا فقرات متنوعة رياضية، كونوا معنا. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى القسم الثاني من البرنامج، والحديث اليوم طبعا في هذا القسم عن فريق اتحاد أبناء سخنين والذي تعادل كما قلنا في القسم الأول مع فريق أبو علي السبع. فرحة الجماهير السخنينية كانت عارمة، ويسرني أن أستضيف في الاستوديو المشجع السخنيني لفريق اتحاد أبناء سخنين كما قلنا المشجع رامي وتد. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. طبعا اولا نرحب بك هنا في موقع وشاشه يلا نت في كفر كنا نتحدث عن فريق اتحاد ابناء سخنين. دعنا نبدا في المباراه الاخيره ضد ابو علي بير السبع، كيف هو الانطباع؟ انطباع ممتاز، اداء بيرفع الراس. فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم بنقصوا بعض اللاعبين، بس الحمد لله الجمهور روحت بمعنويات عاليه. تنساش انه احنا لعبنا مع بطل الدوري، فريق اللي غلب انتر ميلان، واحنا بكينا ند عند للفريق، والجمهور جدا مبسوط، وهذا بيعطينا دعم لقدام ان شاء الله ان الجمهور تملي الملعب اكثر واكثر ان شاء الله. يعني النتائج فقط التوقعات، دعنا نقول في مباراه لم تكن محسوبه لفريق اتحاد ابناء سخنين ضد بير السبع، وطبعا ايضا فريق مكابي حيفا بعد الفوز الاخير 4 نقاط ما كانوش محسوبات على فريق اتحاد ابناء سخنين. يبدو ان فريق اتحاد ابناء سخنين بدا الموسم كالعاده في شهر الشتاء. بالضبط كيف انت تفضلت، اداء ممتاز، اداء اللي رجع الجمهور. ضد مكابي حيفا شفنا الشوط الثاني، يعني ابو كسيس عمل عده تغييرات في الشوط الثاني اللي خلانا يعني عن جد بكينا ند عنيد، اللي احنا اخذنا وسط الملعب لعبنا، وبالاراده تبعت اللعيبه استبسال اللعيبه على ارض الملعب هو اللي خلاه يجيب الفوز. أبو كسيس أكد خلال المباريات الأخيرة وأيضا في تجربته في اتحاد أبناء سخنين أن السيد الأول والأخير لنجاحات فريق اتحاد أبناء سخنين هو المدرب بدون أدنى شك. يوسف أبو كسيس في حسب رأيي، كمان بدي أسمع رأيك، وأفضل مدرب حاليا أو في السنوات الأخيرة أتى لفريق اتحاد أبناء سخنين. بالضبط، يوسف أبو كسيس عرف نقاط الضعف بالفريق. يوسف أبو كسيس يتحابر مع الفريق، مع الإدارة، مع الجمهور، مع اللاعبين. بنشوف اليوم، يعني انا بحس وبشوف، والجمهور انا بسمع بالجمهور انه اللعيبه اليوم بتعطي اكثر ما عندها علشان برضه يوسف ابو كسيس. طيب يعني بما انه حكينا عن يوسف ابو كسيس، يعني كمان خلينا نحكي شوي في كل فريق هناك اخطاء، يعني وكمان الاداره في اتحاد ابناء سخنين كان لها العديد من الاخطاء في هذا الموسم. بس خلينا نسال هيك سؤال كالتالي، يعني ما غضب الجمهور على اداره اتحاد ابناء سخنين؟ الغضب الجمهور الاساسي على الاداره من قبل الجمهور انه يعني في اشياء، الاخطاء اللي صارت مثل علاء ابو صالح ابن البلد. اليوم انت بتطلع ابن البلد
واحنا شفنا تشيف انه مثلا خالد خلايلي ابن البلد بيستبسل، وعلاء ابو صالح مثله، ومهران ابو ريا بالزمالك بكى مثله. هاي لعيبه ممنوع انت تتنازل عنها، لانه هاي لعيبه يعني هي نبض الفريق، زي علي عثمان. هذول طلعوا من شبيبه اتحاد ابناء سخنين. هذا هو غضب من الجمهور. برضه غضب من الجمهور انه اليوم احنا بنص الدوري يعني خسرنا كثير نقاط، اللي لو عندنا مهاجم راس حربه كان احنا اليوم محل ثاني. يعني احنا لو اليوم لاحظنا على ترتيب ترتيب المباريات اللي كانت لفريق اتحاد المساء او خساره النقاط اللي كانت بهذا جوله الذهاب كما قلنا، فريق اتحاد سخنين يعني لولا لاعبي تعزيز، لو ظل فراس مغرب او شلون وزلاء او علاء ابو صالح كمدافع ثالث بهاي الفريق، ممكن اليوم فريق اتحاد سخنين في المرتبه الثانيه في اقل الميزانيه 100%. فريق اتحاد ابناء سخنين لانه بملك لاعبين اللي هم بيستبسطوا على ارض الملعب وبيلعبوا علشان الجمهور وعشان الفريق وعشان المدرب، واحنا خسرنا نقاط بسبب انه الكادر صغير، احنا الكادر صغير. رامي، كلنا يعني اليوم نستمع ونترقب لوسائل الاعلام المختلفه. طبعا الحديث يدور هنا عن فراس مغربي، وكما عرفت يعني في الساعات القليله الاخيره انه فراس مغربي وقع في فريق اتحاد ابناء سخنين. حسب رايك فراس اولا وقع، وهل فراس ممكن يكون دعم قوي جدا للفريق؟ فراس مغربي غني عن التعريف. لما بكى فراس مغربي شفنا قديش احنا بكينا فريق ينقصنا واحد زي هسه فراس مغربي. فراس مغربي اذا بيرجع بوقع ان شاء الله انه هذا الكلام صحيح، وانا بتوقع انه كلامك صحيح، لاني انا امبارح حكيت مع فراس مغربي ووعدني يعني احلى كلمه اللي قال لي اياها ان شاء الله راح تسمعوا اخبار حلوه. فراس مغربي بيساعد الفريق كثير، وفراس مغربي هو يعني مهاجم. اخذ الفرصه حسب رايك من مكابي حيفا ولا لم تعطي الفرصه الكافيه؟ لا، ما اخذش الفرصه الكافيه، ما اخذش الفرصه الكافيه وحسب رايي كيف كلولو روح من مكابي حيفا ما كانتش طريقه حلوه لفراس مغربي، لانه فراس مغربي ملك بمعنى الكلمه. يعني خلينا نحكي شويه. تحدثنا عن اخطاء الاداره في اتحاد ابناء سخنين، او ممكن يكون اخطاء اداره او لا نعرف، يعني ممكن اذا بكون لنا لقاء مع اداري لفريق اتحاد ابناء سخنين نسال كل هاي الاسئله، طبعا مش لرامي وتد ولكن كمشجع للفريق. يعني او رامي، كم قد صار لك مشجع للفريق؟ انا صار لي فوق ال 10 12 سنه من يوم ما اخذنا كاس الدوري. يعني انت بتيجي من جد على مباريات اتحاد ابناء سخنين؟ انا باجي من جد على سخنين، ورحت مع سخنين عتيدي وكل يعني هذا بياكد طبعا انه فريق سخنين فريق اليوم فريق الوسط العربي. يعني سؤال، ممكن الاداره شافت ضغط الجماهير انه كمان الاخطاء اللي كانت في فتره الصيف، التخلي عن شلوم يزلال، التخلي عن فراس مغربي، هذا الضغط الجماهيري ادى في النهايه انه يرجعوا فراس انه يحكوا مع علاء ابو صالح؟ 100% انه الضغط، يعني الضغط بيساعد من الجمهور انه يضغطوا على الاداره يرجع، بس حسب رايي برضه الاداره شايفه انه احنا بنقصنا واحد مثل فراس مغربي، بنقصنا مهاجم. احنا ما فيش عندنا مهاجم. لو عندنا مهاجم قناص زي محمد غدير او زي شلومي ازولا زي ما انت تفضلت، كان احنا اخذنا الثلاث نقاط من برضه امبارح السنه. الجمهور قريب من محمد غدير، في هناك حديث ومكالمات طبعا. دائما احنا الجمهور يعني بكل وسائل بنحاول نتوجه لمحمد غدير، بنحاول نتوجه مثلا لعده اسامي من الوسط العربي، ريان وهو قريب من محمد غدير، بس محمد غدير بعيد عن سخنين هسه. طبعا بدون ادنى شك يعني هو يلعب في بير السبع، وهناك عنده افضل الامكانيات طبعا، ولكنه طبعا قريب جدا. وشاهدنا انه حتى جمهور اتحاد ابناء سخنين صفق لمحمد غدير من خلال مشاركته في المباراه الاخيره 100%، والكل وقف وشفت انه محمد الغدير يعني قدر هذا الشيء في اخر اللعبه. طبعا رامي، شاهدنا في المباراه الاخيره او قبل الاخيره ضد مكابي حيفا كان حوالي 2000-2500 متفرج من اتحاد ابناء سخنين. في المباراه الاخيره حوالي 5000 متفرج كان من سخنين. حسب رايي الاجواء كانت كرنفاليه، الكل ملتف حول الفريق، اسباب عدم لبعض الاحيان عدم وجود الجمهور. وفي لما بكون في انتصارات كل جمهور اتحاد ابناء سخنين يلتفوا بنشوف هاي الحماسه الحلوه. ليش جمهور اتحاد ابناء سخنين مش بكل مباراه متواجد؟ في بعض الاحيان يعني في ناس مشغوله، مش كل الاوقات بيقدروا يجوا على اللعبات. تنساش انه برضه فريق سخنين هو فريق الوسط العربي لكل الجمهور، يعني بيجي من كل بلاد، من النقب بيجوا، من المثلث، من كل بلاد. الانتصارات هي العامل الاساسي اللي بخلي الجمهور يجي وبحمس الناس. وان شاء الله اننا بنبقى على هاي الطريق، وان شاء الله ابتداء من المباريات الجاي انه الجمهور بيرجع وبيلتف زي ما انت قلت، اجواء كرنفاليه، لانه بكى ضد بير السبع شيء بجنن.
بما انك ذكرت المباراة القادمة، مكابي بتح تيفا فريق عنيد طبعا، وفي الموسم الماضي على الاقل فريق اتحاد ابناء سخنين عندما تغلب على فريق مكابي بتح تيفا نحن تأهلنا الى القسم العلوي، وفريق مكابي بتح تيفا عاد الى الخلف في منافسات القاع. توقعاتك للنتيجة القادمة؟ توقعاتي ان شاء الله رب العالمين سخنين بيغلب مع فراس مغربي. راح يلعب فراس؟ اذا بوقع اكيد بده يلعب. طب يعني بما انه اخذنا الوقت رامي هنا، اولا انا بدي اتوجه هنا عبر موقع وشاشه يلا نت وبرنامجنا يلا سبورت كلمه ورساله للجمهور اللي بيسمعوك ومحبي فريق اتحاد ابناء سخنين للمباراه القادمه. ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله بطلب من كل الجمهور، من كل الجمهور فريق اتحاد ابناء سخنين فريق الوسط العربي انه كلياتنا نتواجد على المدرجات ونساعد الفريق ونروح من بيت حتيفا ان شاء الله ب3 نقاط ان شاء الله. طبعا رامي انا اود ان اشكرك هنا لقدومك لحلقه برنامج يلا سبورت طبعا، وهذا طبعا بشرفنا نحن نعطي الفرصه للجماهير ايضا لايصال الرسائل والتحدث عن الرياضه، وهي فرصتكم كمان تيجوا على البرنامج. نرحب فيك. شكرا جزيلا لك. طبعا احنا نتمنى كمان نجاح وتوفيق لفريق اتحاد ابناء سخنين. اذا انهينا مع المشجع السخنيني رامي وتد الذي رافقنا هنا في هذه الحلقه في حديث. كونوا بعد الفاصل معنا في موضوع اخر. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى القسم الثالث من هذا البرنامج، وحديثنا اليوم سيكون عن مباريات الإثارة في الدرجة الشمالية ألف. اتحاد أبناء مجلي كروم، أبو علي بعيني، وأيضا فريق بلدي كابول، وأيضا فريق شفا عمر، الجميع ينافس على بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى. وفي هذا اليوم سنتحدث مع المشجعين المحروقين للفرق والمتابعين أيضا لفرقهم، ويسرني أن أستضيف في الاستوديو نقول مساء الخير لمشجع كابول وإطالة. مساء الخير. وأيضا بدأ فرحات مشجع مجلي كروم. مساء الخير. مساء الخير أدعم لك ولجميع المشاهدين. طبعا نرحب بكم هنا في استوديو وشاشة قناة يلا نت وبرنامج يلا سبورت، وسنتحدث عن اللقاء القريب طبعا هذا الأسبوع مجلي كروم وكابول في مباراة قمة حسب رأيي مصيرية لها تأثير على بطاقة الصعود على الأقل معنويا. ونبدأ من فريق كابول، كيف هي الاستعدادات لهذه المباراة؟ استعدادات الجمهور، الفريق، الأجواء؟ احنا بنعرف انه الدوري السني دوري صعب وشاق، وفي 4 فرق اللي هي عم بتنافس للصعود للدرجة الأولى. الأشقاء من مجلي كروم هن فريق ممتاز وعندهم لاعبين ممتازين، وعندي المدرب اللي هو احمد السبع مدرب ممتاز، وعندنا عده لاعبين بعده وظائف، عندنا جون السبع. وبفكر انه المباراه بتكون يعني مباراه صعبه للفريقين. احنا في الجوله الاولى فزنا على مجلي كروم عندنا ببيتنا، ونتامل انه نحصل على النقاط الثلاثه. وبس في شغله هون انه هاي اللعبه مش راح تحدد مصير الصاعد الى الدرجه الاولى، لانه كل الفرق بدها تلعب مع بعض، وكيف احنا بنشوف انه اغلب الفرق فرق القمه عمال تخسر نقاط مع فرق القاع. فمباراه نستعد لها كمباراه عاديه، ولكن على معنويا ممكن تؤثر على، ممكن انه تعطي دعم للفريق، تعطيه معنويه انه يكمل لاخر السنه انه بالقمه. وممكن انه المباراه انتهت بتعادل، يعني نفس العمليه، لانه الفرق عم تخسر. نشوف انه الفرق الكبيره كان شفا عمر خسرت مع جولس، كابول خسرت مع كوكا، مجلي كروم تتعادل مع فريق زي معلو الترشيح محل الاخير. احنا اول السنه فزنا على مجلي كروم، ومجلي كروم خسرت اكثر من مباراه، فكرنا انه مجلي كروم طلعت المنافسه، عودت رجعت مجلي كروم للمنافسه. فهذه المباراه حسب رايي مباراه لن تحسم من سيصعد الى الدرجه الاولى. بدأ فرحات، هل هذه المباراة ممكن أن تحسم على الأقل في الوقت الحالي أو من ناحية معنوية مصير الصاعد على الأقل؟ ومن جهة أخرى ممكن نقول إذا خسر فريق مجلي كروم 6 نقاط لفريق كابول، فهذا يدل على شيء، على الأقل أنه فريق غير جاهز للصعود أو المنافسة. طلع اللعبة يوم المباراة يوم الجمعة
مش رايحة تحدد مصير الفريق اللي راح يصعد، لأنه ما ننساش إنه في عندك كمان بوعيل شفا عمر وعندك بوعيل لبعيني كمان بيتعلق بالنتائج اللي إلهم. إحنا ذكرنا إنه 4 فرق اللي بتنافس، بس أنا بقول لك إنه السنة الدوري كمان في عندك بطار نهرية اللي هو ما حدا ماخذه بالحسبان شيلي مع إنه فريق ممتاز. مكابي نحف اللي هي فريق بالفعل أثبت انه هو موقعه كمان في القمه، وايضا فاز على فرق القمه، واليوم نحف محل خامس مش صدفه. واليوم الفوز على مجلي كروم على فريق نحف كمان بنتهي معنويه للعبه كابول، اشي اكيد. اما انك تسالني عن اللعبه امام كابول، انا بقول لك الفريق اللي بيفوز بهاي المباراه راح ينتهي معنويه للعيبه انها تستمر، وما افكرش انه زي ما قلنا رايحه تحدد راح يصعد. يعني انتم اثنين ذكرتوا نقطة جدا مهمة. خلينا نكمل الفرق المنافسة. على الأقل شفا عمر في المرتبة الأولى اليوم في رصيد 32، مجلي كروم 31 نقطة، كابول المرتبة الثالثة 30 نقطة، والبعيني تنقصها مباراة برصيد 27 نقطة. خلينا نقول يعني 4 فرق منافسة، ولكن كمان خلينا ناخذ فرق الوسط يعني اللي هي اليوم تنطي فاكتور في هاي المنافسة. اليوم طبعا كانت نتيجة مفاجئة لفريق عرابي، لفريق عنيد ضد فريق ابو البعيني. نحف كمان انا برجع بقول لك فريق نحف 27 نقطة اليوم. لو نحف فاز على فريق اتحاد ابناء احمد مجدي كروم كان اليوم نحف محل ثالث او ثاني على الاقل. يعني فريق نحف كمان لازم ناخذه بالحسبان، وبطار نهرية لازم ناخذه بالحسبان. بس السنة انا يعني من 9 سنين ملاحق الدرجة الثانية، بس انا بقول لك انه السنة من اصعب سنين في الدرجة الثانية اللي هي المنافسة. يعني زي ما ذكر الاخ لؤي انه محل الاخير بيفوز على محل الاول، والمنافسه انا بقول لك انه يعني العام واول العام واللي قبله كنا من الاسبوع ال20 نعرف الفريق الصاعد للدرجه الاولى. السنه رايحه تكون المنافسه للاسابيع الاخيره. لو اي سؤال، يعني فريق بلدي كابول لم يكن بالحسبان في بدايه الموسم، على الاقل حتى الجمهور ما كان متوقع انه فريق باني على صعود. احنا صلنا يعني بالضبط 5 سنين بننافس للصعود. يعني بذكر الجميع انه بننافس للصعود الى الدرجه الاولى. يعني في السابق قبل 4 سنوات صعد معنا مجلي كروم، نافسنا مجلي كروم، بعدين صعدوا مكابي كفركنا وبوعيل كفركنا. وبفكر انه اجى الوقت انه كابول يعني نزيل هاي العثره اللي قدامنا ونصعد الى الدرجه الاولى. كابول كل سنه مهيأ انه يطلع لدرجه، لانه في عندنا اساس لعيبه من البلد 6-7 لعيبه اللي هن بيلعبوا مع بعض، مع لعيبه التعزيز 2 أو 3 اللي هن صلوا عندنا موجودين بالفريق اكثر من سنه. وكل الفرق بتعرف انه كابول فريق قوي، ولكن ما فيش عنده هذا النفس الطويل انه نضل الاخر مشان نصعد ليغا، نصعد درجه. بفكر انه السنه احنا مهيئين حالنا ومعززين حالنا، وان شاء الله بنصعد الى الدرجه الاولى. بدا فريق مجلي كروم راح على خطوه جدا كانت مفاجئه للجميع، اراد ان يوقف مهامه مبارياته في الدرجة الثانية والانتقال للدرجة الأولى. حسب رأيي كانت خطوة متسرعة وغير حكيمة، في ظل كان تقدم للفريق من مباراة لمباراة يعني. مزبوط، بس أنا بقول لك إنه لما الإدارة صرحت والمدرب صرحوا إنه الهدف الصعود للدرجة الأولى هذا الموسم، يمكن الإدارة إجت حسبتها من ناحية ثانية. اليوم إذا أنت بدك تطلع للدرجة الثانية رايح تكلفك السنة حوالي 1,000,000 شيكل، ويمكن بآخر السنة تصعد ويمكن ما تصعدش. اجى فريق كرمائيل اللي هو انت بدك تاخذه بدون ولا اي مقابل شيلي. يعني انت المصاري الميزانيه اللي معك السنه بدك تحطها بليغ الف، بدك تلعب تحت اسم فريق كرمائيل، بس السنه الجاي بيكون الفريق لاتحاد ابناء احمد مجدي كروم، فيش شيء اسمه فريق كرمائيل. الاداره فكرت فيها انه يمكن انا احط السنه 1,000,000 شيكل وما اطلعش ما اصعدش للدرجه الاولى، بس اجاني فريق جاهز متجهز اخذه في الدرجه الاولى والعب بالسنه تحت اسم كرمائيل مجدي كروم في الدرجه الاولى، والسنه الجاي بنبني الفريق من اول وجديد مع اداره اتحاد مجدي كروم وفريق مجدي كروم. انا حسب رايي الخطوه كانت منيحه من ناحيه ماديه، ممكن خلينا نقول اقتصاديه، ومن ناحيه ميزانيات، ممكن من ناحيه مهنيه كمان، لكن ما بعرف من ناحيه مهنيه. من ناحيه مهنيه عندك اللعيبه اللي موجوده اليوم في اتحاد ابناء احمد مجدي كروم بيقدروا يلعبوا بالدرجه الاولى مع اي فريق، حتى مع فرق القمه. بناخذ امثال حاتم كريم، اياد مناع، الحارس رباح، نضال دواهدي، روبرت رحيل،
عمر سبع، بلال سبع، هاي اللعيبه كلها موجوده في مجلي كروم وكلياتها لعبت في الدرجه الاولى. خلينا نسال لؤي طه طبعا عن فريق كابول. فرق يعني انك تصرح انه احنا بنطلع دور الى درجه اولى ممتاز، ولكن سؤال، هل فريق كابول جاهز من ناحيه ماديه انه يكون في الدرجه الاولى بعد ما بنشوف في فرقنا العربيه في الدرجات الاعلى كيف بصير معهم؟ انا بفكر بلد زي كابول بيستاهل انه يكون عنده فريق الدرجه الاولى. من ناحيه الميزانيه كله بتعرف، كل الفرق بالمنطقه وكل المشجعين كره القدم بيعرفوا انه اداره كابول يعني من 5 سنين ولورا اداره الفريق هي اداره يعني منظمه، بيقبضوا معاشات بالوقت، في عندنا دعم من المجلس المحلي كل سنه، دعم من الجمهور. جمهور كابول بحب الفريق وبحب يدعم. وبفكر انه نقطه ثانيه اللي انا بدي بقول انه احنا بنستاهل انه نكون بالدرجه الاولى، لانه كابول فيها حوالي 6-7 لعيبه من داخل كابول بيلعبوا بفرق الدرجه الاولى. في عندنا لعيب مثلا زي باسل طه بيلعب ابو البسان، في عندنا لعيب زي ايهم ابداع بيلعب اخاء الناصري، في عندنا حارس مرمى شفا عمر. يعني هناك كادر محلي في كادر محلي. اليوم عندنا احنا 6-7 لعيبه محليين موجودين بالفريق، ونقدر نجيب كمان لعيب من برا. طيب يعني بما انه الوقت يدركنا ايضا ولنا حديث وتتم حول ايضا فريق ابو شفا عمر، خلينا نحكي مباراه طبعا اقطع في هذا الاسبوع، رساله بتوجهها للجمهور الشفا المجدلاوي وايضا للجمهور الكابولي. بوجه رساله للجمهورين، جمهور الفريقين، يعني انه الروح ان تسود الروح الرياضيه في هذه المباراه، لانه احنا اولاد شعب واحد والنتيجه مهما تكون لازم نتقبلها الفريقين. وبدي اقول كمان نقطه واحده، انه كابول مش بس مع مجدي كروم، يعني بتسال كل الفرق معنا، احنا علاقتنا طيبه مع جميع الفرق، فيش عندنا، احنا بنلعب كرة قدم، وبتأمل انه الروح الرياضية تسود بهاي المباراة. طبعا انت كمان كلمة بتوجهها باسم جمهور مجدي الكروم عبر موقع والشاشة، وايضا ننبذ العنف طبعا في مباريات. اكيد احنا بنحكي على الرياضة، والرياضة اخلاق وروح رياضية. صحتين للفريق اللي بيفوز في هاي المباراة، اهم شيء الروح الرياضية بين الجمهورين، يجوا الجمهورين يشجعوا فريقين، صحتين للي بيفوز. كلمة اليوم لعبة مجلي كروم ومكابي نحف، التاريخ اللي كان بين مجلي كروم وبين مكابي وفريق نحف على زمن التاريخ كلياته، كل مباراة لمجلي كروم ونحف كانت تكون ما تتكملش اللعبة، ما تنتهيش على خير اللعبة. اليوم أثبت الجمهور المجدلاوي والجمهور النحفاوي أيضا إنه كانت مباراة روح رياضية 90 دقيقة، وإحنا بنتمنى إنه كمان إحنا وكابول وإحنا وشفا عمر كمان أخرى 3 أسابيع اللي الكل بيستنى فيها هاي المباراة. كمان بطلب انه الروح الرياضية اهم شيء، اهم من النقاط واهم من الفوز. بدنا نكون بدي تضل معي طبعا نتحدث عن فريق شفا عمر، وينضم الينا مشجع اخر لحديث ايضا عن هذه المباراة من خلال هذه الحلقة. طبعا لؤي طه مشجع فريق كابول، اود ان اشكرك في المرحلة الحالية، تبقى معي مبدأ. اذا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل سنكون ايضا مع فريق ابو شفا عمر، كونوا معنا. إذا عدنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ومن كابول ننتقل إلى فريق منافس آخر وقطب آخر في الدرجة الشمالية ألف، ونتحدث عن فريق الأحمر الشفا عمري الذي يكون هو الرابع في هذه المنافسة على الأقل. ويسرني هنا أيضا أن نستضيف المشجع تامر طوافشي. مساء الخير. مساء الخير لكم جميع المشاهدين. طبعا تجلس هنا أيضا بجانب مشجع مجدلاوي، وكما نعرف أن المنافسة بين فريق مجدي كروم وشفا عمر على الأقل ليست فقط على أرض الملعب، إنما أيضا في المدرجات. صحيح، هي كان الإشي قبل 4 سنوات كان إشي بينه وبينهم، وقت من صعدوا بالاختبارات واللعبة الأخيرة مع باركو فوركانا، وأنا بتذكر بهذيك الوقت غلبناهم باللعبتين، واللعبة الثانية أكثر شيء أثرت عليهم اللي خلتهم فاتوا على ضغط ووصلوا لمباراة الاختبارات لعبوها عندنا في البيت وغلبناهم وقتها 2-1. بس احنا خلص نسينا الماضي وفتحنا صفحة جديدة. المنافسة عادت من جديد هذا الموسم، ونرى أيضا كابول بعين شفا عمر مجدي كروم. اليوم كان فوز لفريق شفا عمر، فوز كبير. كيف هي الأجواء بشفا عمر؟ وكما نعرف فريق شفا عمر في كل بداية موسم له بداية موفقة، باستمرارية بيكون فيها خيبة أمل. هذا الموسم
هذا الموسم لا الإدارة تعلمت من الأخطاء اللي كانت ذيك السنة. والسنة شايفين هذا الإشي إنه الفريق بثبات من كل لعبة للعبة، مع إنه وقعنا بلعب مع فرق صغيرة بس كل لعب مع الفرق بالقمة غلبناها. وإذا نطلع على النقط اللي عندنا إسا عن هذيك السنة ونفس هاي الوقت اللي احنا فيه أحسن بكتير. والفريق أنا بقول لك من لعبة للعبة عم بعطي أحسن، والإدارة تعلمت من هذا الإشي وما رجعتش هذا الأخطاء اللي كانت العام. تمام. بدأ طبعا الزميل هنا أيضا من فريق أبو علي شفا عمر أولتراس أبو علي شفا عمر تحدث عن تاريخ يعني ما بين الصراع مع مجلي كروم. نحكي عن فتح صفحة جديدة. هل فتحتوا صفحة جديدة في مجلي اكيد كروم؟ فيش شيء بيننا وبين شفا عمر، بالعكس اصحاب وتياب. الاشي كان قبل 4 سنين. انا بقول لك مشجع من مجلي كروم غلط، والجماهير شفا عمر كمان بتعرف انه احنا كمان ما هنش علينا. ممكن مشجع واحد اللي هو بيمثلش بلد او فريق كامل غلط هذا المشجع، وعرفنا كيف نحاسبه لهذا المشجع، وبحضرش المباريات كمان لانه غلط مع شفا عمر. انا بقول انه غلط، بس نرجع بنقول التاريخ صار من ورانا. اليوم احنا وشفا عمر صفحة جديدة، فيش اشي بيناتنا. بالعكس اخرى 3 اسابيع هن رايحين يجوا لعنا يلعبوا في ملعب نحف، رايحين نستقبلن احلى استقبال. وكمان مره صحتين للي بيغلب من اسا. اهم اشي الروح الرياضيه. تامر، كيف الاجواء يعني بهاي الموسم؟ احكوا لنا يعني هيك 4-5 فرق بتنافس، والفرق اللي من المرتبه الخامسه للمرتبه الثامنه كمان بتعطي بايت زي ما بيحكوها للفرق اللي في المراتب المتقدمه. يعني كيف الاجواء في الشوارع عندكم في المقاهي عن هاي المباريات المنافسه؟ يعني انا كمان بشتغل في اذاعه، بنتابع اللقاءات قديش تكون سخنه. كيف الاجواء بين الجمهور؟ عندنا بالاجواء من نستنى من كل جمعه تيجي وقت اللعبه، التحضيرات دائما حكي دائما كل وقت على اللعبه على الفريق. احنا بدنا نصعد درجه وتكون شيء انجاز تاريخي. الفريق ابو شفا عمر يكون بالدرجه الاولى، واحنا كيف الكل بيعرف احنا عندنا الجمهور والالتراس. احنا مش بس بنكون مع الفريق وقت النجاح. اذا بترجع لورا قبل 3 سنين كنا نهبط وكان الالتراس كان مع الفريق وهو اللي خلى الفريق بالدرجه. والسنه انه حطينا هدف واحد وحيد انه احنا نصعد الدرجه الاولى. وان شاء الله يعني مع اللعيبه اللي راح تكون عندنا خلال الاسابيع اللي جاي ان شاء الله احنا باخر سنه بنكون بالدرجه الاولى، انه اجل وقت يعني انه احنا نكون فريق بالدرجه الاولى بيستحق. وعندنا لعيبه بتلعب بكل الدرجات اللي بالدوري الاسرائيلي. يعني على فرض انك انت اليوم فريق مجلي كروم طلع، اليوم فريق مجلي كروم بيلعب في الدرجه الاولى، من الفريق حسب رايك اللي ممكن يصعد؟ يعني انسى انك انت من مجلي كروم، لسه بدك مجلي كروم يطلع. حسب رايك شايفه فريق عنده كل الامكانيات انه يصعد وجاهز وقوي من بين كل هاي الفرق؟ نظره مهنيه سمعني. من بين الاربع فرق البعيني، كابول، مجلي كروم، ممكن نحف كمان ضمن الصوره. انا برشح فريقين، يا مكابي نحف يا الاخوه عرابي. غير هذول؟ غير هذول. تامر، افاجأتني الصراحه. انسى انك انت مشجع ابو علي شفا عمر. لا طبعا هذول الاربع فرق ما بديش اقول لك انه في 3 فرق عندك هون بدهم يكونوا بالاختبارات. لا انا بحكي لك اعطيني فريق اللي بتشوفه من هذول الفرق راح يصعد. يعني اذا مجلي كروم مش بالمنافسه، هذول ال3 فرق اذا مجلي كروم ان شاء الله باخر السنه صعدت للدرجه الاولى، هذول ال3 فرق رايحين يكونوا بالاختبارات. الفريق اللي رايح يكون معين او مكابي نحف او الاخوه عرابيه، وهو اللي رايح فريق من هنا هذول الاثنين، يا نحف يا عرابيه، اللي رايح يفوز في مباراة الاختبارات ويلاقي الفريق من الدرجة الثانية المنطقة الشمالية. اعطيني فريق انت بتشوفه غير ابو علي شفا عمر. لو اليوم ابو علي شفا عمر خارج صدارة خلينا نقول مش بالمنافسة، عندك مجلي كروم، كابول، اللي بعيني نحف بينافسوا على الصعود، بتشوف فريق اللي هو افضل فريق ممكن يصعد؟ يعني شايف مع حسب رأيي ومع تجربة اللعيبة وهاي انا بقول مجلي كروم يملك كادر ممتاز، كادر عنده الخبرة، عنده كمان عنده المدرب، واغلب اللعيبه عنده لعبه بالدرجه الاولى ولعيبه يعني على مستوى عالي. انا بقول يعني انا دائما انا من شفا عمر مشجع، وهاي لو من الشارع انا بقول لك مجلي كروم. طبعا احنا بهاي الصورة الحلوة اللي بنجمع فيها الجمهور وايضا متابعي الفرق من شتى الدرجات، راح يكون لنا تقرير خاص عبر شاشة وموقع يلا نت وبرنامج يلا سبورت حول هاي المنافسة بين الفرق، وايضا
تستقطب جماهير وادارات ومدربين حول هذه المنافسه. طبعا احنا هناك عده اشهر حول هذا الصعود سنواكب. طبعا احنا بنحكي عن الدراما رائعه. تامر طوافشي، طبعا مباراه قادمه ضد نحف. كيف الاستعدادات؟ الاستعدادات احنا كل لعبه بالنسبه لنا زي نهائي، واحنا معروف بالجمهور دائما كل لعبه بنحضر شغلات جديده، واهم شيء انه اللعبه تكون فيها رياضيه عاليه وساعتها على اللي بيغلب، واحنا بالاخر ضلنا اخوه وشعب واحد. ومش لازم هاي الرساله بدي تطلع على الكاميرا وتوجه رساله اولا للجمهور ابو علي شفعمر والجمهور نحف، وتقول لي كلمه بالاخص كمشجع انت وايضا من التراس الفريق. تفضل. لجميع المشاهدين، انا تامر طوافشي من التراس وكل اعضاء التراس ابو علي شفعمر بنقول يوم السبت تحلل شو اسمه تكون اللعبه منيحه وخلاق عالي وساعتين على اللي بيفوز، وبلاش المشاكل، لانه المشجع الحقيقي اللي بيحب فريقه بيجيش بضرب حجر، بيجيش يزت انين على الملعب، هذا بيخسر فريق نقاط، يمكن يسبب كمان من مصاري. احنا كمان الالتراس عم اشتغلنا سنه كثير على الجمهور، والحمد لله من اول لعبه لهي لعبه اليوم ولا صار اي مشكله. تعلمنا من اخطائنا بالماضي ضد مع اللي بعيني، تعلمنا مع انه اي شغله بتصير بيجوا الاخبار بيقولوا انه الالتراس عشان احنا بالصوره بحط الحق علينا. احنا السنه ولا اي مشكله صارت، ويوم السبت احنا جينا على نحف، بتامل يستقبلونا بصوره منيحه وساعتين على اللي بيغلب ويكون كرنفال بين الجماهير وان شاء الله خير. تامر طوافشي، وايضا بدأ فرحات، وايضا كان معنا المشجع لؤي طه. نحن ايضا نقول عبر هذه الشاشه الرائعه وايضا عبر موقع يلا نت لا للعنف في الملاعب، نعم للتسامح. نحن ننبذ العنف ايضا في برامجنا الرياضيه، ونستدعي الجمهور وايضا لنقرب ما بين هذه الفرق على الاقل. وايضا نحن نقول من هنا سننتقل إلى فقرة أخرى. نشكركم على حضوركم، وأيضا نتمنى منافسة رائعة والصعود على الأقل لفريقين أو ثلاث من هذه الفرق المنافسة. شكرا لكم. إذا أعزائي المشاهدين سننتقل إلى فقرة أخرى نتحدث فيها عن مواضيع رياضية أخرى. كونوا معنا بعد الفاصل. إذا عدنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وسنتحدث الآن في الفقرة الأخيرة عن الفرق الكنوية بعد جولة الذهاب في الدرجة الأولى أبو علي كفر كنا ومكابي كفر كنا. ويسرني أن نستضيف هنا في الاستوديو زميلي والصحفي الإعلامي المعروف ناهي سعيد. مساء الخير. أجمل تحية، مساء الخير لجميع المستمعين. أنا أتحدث أول شيء ثلاث فرق كنوية، اثنين في الدرجة الأولى المكابي والأبو عيل، أيضا في الدرجة الثانية بيتار كفر كنا. نبدأ أبو عيل كفر كنا على الأقل، كيف ممكن نقيم جولة الذهاب الأولى وتقييم الفريق من ناحية مهنية؟ نعم، بنبلش بأبو عيل كفر كنا. الميزانيات طبعا هي بتحكي. أبو عيل كفر كنا طموحاته إنه يكون في وسط اللائحة، هكذا هو الحال. في بعض الإخفاقات هنا وهناك وبعض التغيير بعض اللاعبين، هذا يعطي بالنفع للفريق ويدعمه للأمام. المطلوب من الفريق ليس أكثر. إذا تواجد في المراتب، هكذا صرح المدير رئيس الإدارة يوسف طه، وهكذا قبل أن يكون المدرب تحدي المدرب فهد حسون أن يكون الفريق في المراتب ما بين التاسعة والخامسة، وإذا كان مرتبة الخامسة التي تنتقل إلى مباراة الاختبار فيكون ذلك إنجاز كبير. الوضع بالنسبة لأبو علي كفر كنا أعتقد أنه جيد وممتاز، جيد اكثر شوي. يعني خلينا نحكي ناهي في ابو علي كفر كنا، يعني مع انه فريق خسر 7 لاعبين السنه اللي كانوا في من الموسم الماضي، لاعبين اللي كانوا اساس في الفريق، رغم كل هذا الفريق ظل مستمر. يمكن هذا بقيم الاداره من ناحيه مهنيه عندها تجربه. الفرق يوسف طبعا رئيس الاداره لابد من كلمه نتحدث عنها، اللي هو يوسف طه، رئيس اداره مخضرم وله ما يقول في الدرجة الأولى، ومن سيهبط ومن سيرتقي له ما يقول. هذا مخضرم وهذا له خبرة وباع طويل في هذا العمل، فذاك يعطي هذا الهدوء المهني في الفريق. وحتى التبديلات بعض اللاعبين هنا وهناك، هذا يعطي طبعا البحث عن الماديات أن تكون أقل، مصروفات الفريق أقل. وهكذا نحدد أن أبو علي كفر كنا على دراية بأنه مصروفه في السنة هاي الرياضية لا يتعدى 650,000 شيكل. بالنسبة لأولاد البلد
طبعا انا بحكي بكل صراحه، في ناس ترفع حواجبها وناس تحرك شفايفها. ليش نايا سعيد بيقول بالراديو انه بعد ما طلع ادهم المباراه الاخيره امام الداليه، بعد ما طلع ادهم طه لم يبقى اي لعيب من كفر كنا في بعد كفر كنا في ساحه الملعب. طب شو السبب؟ طبعا السبب اول شيء انا في اولاد البلد بس الواحد في سببين، طبعا في سبب الاداره وسبب اللعيب. اللاعب ما بيصدق حاله، وانت صار يلعب صار يضرب طابتين على الجول صار بصير بده معاش. هسه هذا الاداره بدهاش عندها قرار انه ما توقفش بهذا، وفي لعيب في كمان الاداره عليها سبب انه بيقول لك احنا بدناش نطلع اولاد البلد مصاري. طب ممكن بدي اعترض انا على هاي النقطه. اليوم خلينا يعني احنا بلشنا نحكي هنا على بوعيل كفر كنا. بتيجي لعيب من برية البلد اللي بتلعب شهرين وثلاث بتاخذ اجور عاليه، ويمكن حسب رايي الشخصي يمكن اذا بتنطي لاولاد البلد احسن ما تنطي لهي اللاعبين اللي مسمى لاعب تعزيز ما بيعزز الفريق قاعد. انا معك، ابن البلد يضحي للبلد، بس برضه حد التضحيه تبع ابن البلد له حد، مش وانت بده الاداره بقرر يعطيه وانت بده بالصدد. الجواب الثاني من السؤال تبعك اللي جاوبك انه الاداره كمان مش انت بتقرر انه الاولاد بياخذ او بياخذش، اعطيه مره نبلش ب1000 نبلش ب2000 مش ببلاش شيله. واحد يعني في كثير لعيبه بلد برا لانه بدهم مصاري، وفي تجربه خاضوا تجربه بيقدروا يلعبوا بالدرجه الاولى، ولكن الاداره بتقول لك بديش اعطيه مصاري، بيجي حايم وموش وفلان بياخذوا مصاري لانه الاداره حددت حطت الى منظار. هذا المنظار اعده انا بالنسبه لي بقول انه مش صحيح، غير صحيح. نهي طبعا ننتقل من بوعيل كفر كنا الى الاخضر الكناوي. طبعا تجربه اولى لاول مره بعد سنتين ثلاثه بعد ما قام الفريق في الدرجه الاولى. طبعا نحكي على اداره جدا ممتازه في الفريق تنقصها التجربه خلينا نقول والخبره في الدرجه الاولى. شو كانت اخفاقات مكابي كفر كنا اللي وصل لهذا الوضع، مع العلم انه يمكن ماديا واللي كان دفع في مكابي كفر كنا اكثر من بوعيل كفر كنا؟ نعم، هكذا صرح لي ماجد عواودة المهندس رئيس الاداره ان فريق مكابي كفر كنا قبل مباراه ديربي انه يوصل يدفع معاشات في الشهر حوالي 130,000 شيكل. هسه في تبديلات بالفريق قد يوصل 150 ل 160,000 شيكل. مكابي كفر كنا اداره مضبوط، ماجد من زمان باداره مكابي كفر كنا، ولكن كرئيس اداره نعم حديث العهد. وبالنسبه كمان بالنسبه للاداري صالح سليم دهامشه، مكابي كفر كنا المشكله انه انبنى الفريق من اول ما انبنى كان انبنى على الماديات اكثر ما هو يدور على المهنيه في اللعيبه. يعني مكابي كفر كنا طلع من الدرجه الثالثه بكميه اموال هائله اللي هي بتكفي الفريق يطلع من الدرجه الاولى للدرجه القطريه، وهكذا انبنى كمان في الدرجه. شو كانت الاخطاء من بدايه السنه؟ الاخطاء اول شيء عدم الاعتماد على اولاد البلد لابد منها، وفي اشياء اللي هي المكابي عدم الخبره والدرايه باللعيبه اللي لازم يجيبوهم. لو في خبره بدال بنجيب لعيبه، كان عندنا المدرب يقول بدنا فلان يجيب فلان، هسه فلان ما يزبطش. عدم درايه الاداره مين اللعيبه اللي لازم يكونوا كفر كنا هو سبب تبديل. كمان هسه بعدوا انا الوقت الحالي تخبط، صار مبدلين 3 مدربين. نعم الماديه الاداره صادقه بكل كلمه بتحكيها، اما عدم الدرايه مع احترامي لاني في ناس بتزعل مني اما بحكي عدم الدرايه. يعني بيجي مدرب جابوا مدرب رد جابوا اخر مدرب جابوا اخر مدرب، بيجي كل مدرب بيطلب طلباته. طب الاداره تكون عارفه حالها واقفه. انا مكان كفر كانت تكون اداره موسعه بيقدروا يستعينوا بخبره الاداريين القدامى، انه يا عم تعال احنا وضعنا هيك شو بدنا نساوي. هسه بيجيك مدرب بقول لك انا بدي 6 لعيبه، اجى مدرب جاب 6 لعيبه ما زبطش معه، ما انطش مولي يعني الله. اما المدرب الحالي صار جايبين لعيبه كثير، وكان سبب انه اخفاق المكابي في مرحله ما بعد احضار المدرب تسعى يلوز، انه المدرب تسعى يلوز اجت اول لعبه طلعنا تعادل بالخضيره. بصيرش انك انت واللعيب المخضرم اللي جبناه من اول لعبه تطلعوا بعد ما تخلص اللعبه تتصرف غير رياضي. هذا العلمي بيرجع السبب انه مكابي كفر كنا في تدهور للخلف. مكابي كفر كنا ممكن يظل في الدوري؟ فيش شيء مستحيل، كل شيء مع الاراده موجود، اراده الاداره مع كل احترامي اللي موجود ما بوفروش. الاداره لا تنقص اي الاداره توفرش ولا جهد ولا شيء، ماديات بتجيب تفضل يا عمي، بس اللي حدث اخفاقات مدربين، والفريق من اساسه كمان مره بحكيها انبنى على اسس غير صحيحه. وسيم عباس كان له ايد كمان، او اعطاء الفرصه لوسيم مع انه فيش عنده خبره في الدرجه الاولى كان خطا من بدايه الموسم. يعني تعاطف كان معه لانه كناوي ولا المكابي انعطى لوسيم من الدرجه الثالثه، صعد الفريق طبعا باداره ناجحه جدا جدا من الدرجه، بس هوين من الدرجه الاولى الثالثه للثانيه، من الدرجه الثانيه للاولى صار اصعب. هسه بالدرجه الاولى المهمه صارت اصعب بكثير، يعني اللي كان يناسبنا في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه بيناسبناش في الدرجه الاولى.
باعتراف يعني الإدارة أن الدرجة الثانية الأولى شبه مهنية، مش زي الدرجة الثانية. وحتى الملاعب، حتى نوعية الجمهور، نوعية الحكام بيختلف جدا جدا، صير شبه احتراف في الدرجة الأولى. فلذلك كان عدم التجربة سبب، وتبديلات كثير تبديلات لعيبة وتبديلات مدربين، هذا رجع بالأشياء السلبية على الفريق. بدي أسألك سؤال أخير يعني قبل ما ننهي معنا الوقت. كفر كنا بلد عريق والكل يشهد لها أيضا رياضيا بكل الإطارات، اجتماعيا سياسيا كل رياضيا. خلينا نأخذ يعني 3 فرق، استثمار العديد من الملايين والأموال. ألم يحن الوقت بالتفكير هنا الجدي حتى على مستوى السلطة المحلية بتوحيد هذه الفرق على الأقل فريق واحد واستقطاب كل الميزانية والصعود فيه للدرجة القطرية، للدرجة الممتازة؟ أعطيك معلومة للأسف إنه في فرق كفر كنا الثلاثة دش البتار، في فريق مكابة في لاعبين من كفر كنا، وفي فريق بوعيل قد يكون مرة لعب 2 مرة لعيب. هاي تبني اساس، تبني فريق كنا واي اسس. بعدين هاي التجربه خذوها الكفر كنا، والفريق رد الفك رجع المكاب للمكاب، رجع البوعيل. التجربه هاي انا يا ريت ترجع كفر كنا، بس كيف شايف على الامد القريب بديش اقول البعيد انه فيش إلها اي نفس هاي التجربه. طبعا احنا راح نكون نتابع ايضا هذا الحوار. بالنسبه كمان فريق بتار، انا بدي احكي من صفه بتار كفر كنا، فريق متواجد بالصدفة العام، نجح من مباريات الاختبار، بقي في الدرجة الأولى، ولكن هذا في الدرجة الثانية. الدرجة الثانية نعم، في الدرجة الثانية بقي، ولكن هذا الموسم افتتح بالقدم اليسرى، وحتى بعض الخلافات ما بين رئيس الإدارة كمال طه وبعض الإداريين الذين كانوا والذين ما زالوا، وحتى الآن كان حتى قبل أسبوعين إنه الفريق قاعد بنحو الهبوط مباشر بدون حتى مظلة، وفي خلافات سبب خلافات ما بين الإدارة بعضها، ومدير الفريق بيقول إنه أنا صادق، والإداريين بيقولوا إنه هن صادقين، ولكن الخلاف هذا بالآخر بيعطي بالنتيجة إنه في هبوط حر بتار كفر كنا للدرجة الثالثة. طبعا الزميل الصحفي ناهي سعيد نود نشكرك. طبعا لنا حديث ايضا مطول عن الفرق الكنويه وعلى الشبيبه وعلى الاشبال وكل المواضيع، سيكون لنا لقاءات اخرى. نود نشكرك على قدومك للبرنامج. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم المليئه بكل الاخبار الرياضيه، على امل ان نلقاكم في حلقه اخرى. كان معكم ادهم حبيب الله.